عام 1954 وبالتحديد في منطقة سقارة هيتم الإعلان عن اكتشاف عظيم، اكتشاف فريد من نوعه أول مرة يحصل، وهو أن الدكتور زكريا غنيم وده الأثري المعروف بعد سنين في التنقيب في الهرم المنسوب لسخمخ قدر يوصل أخيرا للممر الرئيسي لغرفة الدفن. بس بعد ما وصل للممر الرئيسي لغرفة الدفن لقى 3 جدران حجرية، عدى منهم واتفاجئ بتابوت أبيض رائع، روعة بكل تفصيلة فيه، لسه جديد زي ما بنقول كده، لسه بكرتونته. يعني الموميا اللي جواه هتبقى ما اتلمستش قبل كده، مومياء كاملة، ودي هتبقى أول مومياء أصلية، وحط تحت كلمة أصلية دي 100 خط تم اكتشافها جوه الهرم. وجه اليوم الموعود، اليوم اللي هنفتح فيه غطا تابوت الملك، وكله قاعد مترقب، رئيس هيئة الآثار، كبار الأثريين، كله قاعد مستني اللحظة الحاسمة دي، لحظة تاريخية، كله منتظر. وهو بيفكوا الغطا بتاع التابوت ما يلاقوش الموميا. ايه ده؟ راحت فين؟ كله طبعا اتزاول، محدش فاهم حاجة، جا في دماغهم على طول ان هي تكون اتسرقت. طبعا استحالة يكون في حرامي دخل فك غطا التابوت وخد الموميا منه وجاي قافل الغطا تاني وجاي باني ال3 جدران تاني، يعني اكيد حرامي محترم جدا اللي يعمل كده، مفيش حرامي يعمل كده. تاني حاجة برضه، وهم بيهدوا الجدران ال3 دول ما كانش باين عليهم ان هم اتهدوا قبل كده، فعشان كده نلغي خالص فكرة الحرامي ده. يعني التابوت اللي لقيناه جوه ده مش تابوت اصلا، امال ده ايه؟ يعني الهرم ده مش مدفن للملك اصلا، امال ايه؟ طيب بص، احنا قبل ما نقول ان الاهرامات هي مدافن الملوك ولا لا، تعال نشوف مع بعض اهم 3 علامات بتميز اي مقبره ملكيه. اول علامه وهي النقوش والرسومات اللي بتبقى موجوده في اي مقبره، زي مقابر وادي الملوك، زي توت عنخ امون، زي اي مقبره ملكيه احنا لقيناها قبل كده. يعني ما كانش ينفع اي ملك يتدفن الا ما يكون في نقوش وعلامات ليه، ودي كانت حاجه مهمه جدا في اي مقبره، عشان كانت بتحكي عن قصه الملك وعظمته. والملوك دايما كانوا بيحبوا ان هم يحطوا النقوش بتاعتهم وعلاماتهم في اي مكان ليهم. تاني علامة مميزة وهي طبعا حاجة بديهية جدا، وجود الموميا، يعني عمرنا ما هيبقى في مقبرة من غير جثة، يعني ما تنفعش. تالت حاجة وهو التصميم بتاع المقبرة. تعال بقى نشوف كده الرسومات والنقوشات دي مع بعض. الرسومات والنقوشات احنا ما لقيناش في اكبر 6 اهرامات موجوده في مصر، اللي هم ال3 اللي في الجيزه، 1 في ميدوم و2 في دهشور، ما لقيناش فيهم اي رسومات. وتعرف ان 120 هرم ما لقيناش فيهم رسومات ولا نقوشات. وطبعا اصحاب نظريه او معظم الاثريين اللي بيقولوا من الاهرامات هي مدافن الملوك قالوا ان مفيش نقوشات بسبب ان الكتابه اتطورت مع الاسره السادسه. يعني قبل الاسره السادسه كانت الكتابه مش متطوره. طب ازاي؟ نرجع كده مع بعض كده ونشوف، نلاقي اصلا كذا اثر موجودين بتبين دقة الكتابة قبل الاسرة السادسة، زي لوحة هسرع اللي موجودة في المتحف المصري، وده كان طبيب اسنان من الاسرة الثالثة، يعني ده كان دكتور اسنان وعامل نقوشات. تخيل بقى ملك يعني هيعمل ايه. تاني حاجة لقيناها برضه جداريات منقوشة وملونة من الاسرة الرابعة، ودي موجودة في متحف اللوفر في فرنسا. فكك بقى من كل ده، تعالى كده نرجع للاسرة الاولى. والملك مينا موحد القطرين اللوحة بتاعه لوحة مرمر، ودي انت لو بصيت على النقوش اللي فيها هتلاقي الكتابة كانت واصلة لدرجة مميزة جدا. بس هنقول ما علينا، الكتابة اتطورت مع الأسرة السادسة، ماشي مفيش مشكلة. في بقى نفق موجود في سقارة، والنفق ده مشهور ان هو بيودي لمقبرة الملك زوسر. ايه ده؟ الملك زوسر مش ده كان ليه اصلا هرم؟ يعني المفروض ان هو يدفن فيه. لا، ما هم قالوا ايه بقى؟ قالوا ان هو عامل المقبرة دي عشان يحط فيها احشائه، والهرم عشان يحط فيها جسمه. حاجة غريبة جدا، يعني حاجة غريبة لدرجة ان واحد يحط احشائه في حتة وجسمه في حتة. وبمناسبة بقى الهرم زوسر، تعرف ان سنة 1837 لقينا فيها اكتر من 60 موميا ترجع لعصر البطالمة. فاكر لما قلت لك في اول فيديو حط تحت موميا اصلية 100 خط؟ يعني احنا لقينا مومياوات كتير في الاهرامات مش هي المومياوات الاصلية بتاعت الملوك، زي مثلا هرم منقرع لقينا فيه موميا بس مش هي الموميا الاصلية بتاعت الملك. هرم خفرع لقينا فيها التابوت بس ما لقيناش فيه مومياوات. الهرم خوفو ما لقيناش اصلا فيه مومياوات. طب تعرف بقى ان في ملكة اسمها حتب حرس، ودي ام الملك خوفو،
وكان ليها هرم معمول ليها، بس لقوا الموميا بتاعتها في بير دفن جنب الهرم. ايه ده، حاجة غريبة يعني. طب ما هو مبني لها هرم. ما هم قالوا ايه بقى، ان هم عملوا المقبرة دي مقبرة مؤقتة لحد ما يتم بناء الهرم بتاعها، بس بعد موت الملك خوفو طنشهم وقالوا خلاص. بس حاجة غريبة يعني، ما هو بعد خوفو جه خفرع ودي سته، المفروض ان هو يهتم ان هو ينقل الجثمان بتاعها للهرم، بس هو ايه ما نقلهاش وهم قالوا كده. وما علينا، ده ما حصلش. تعالى بقى نروح للملك سنفرو، وده كان ملك عجيب جدا. تخيل ان الملك ده منسوب ليه 3 اهرامات، هرم ميدوم والهرم المنحني والهرم الاحمر. تعال بقى نروح لاول هرم وهو هرم ميدوم. وهرم ميدوم ده من اكبر اهرامات مصر، وهو المفروض يبقى طوله 92 متر، بس المتبقي منه دلوقتي 65 متر. واللي بدأ في بناء هرم ميدوم هو الملك حوني، بس مات فجأة وجاء بعده سنفرو وكمل بناء الهرم. وفجأة برضه قال احنا هنوقف بناء الهرم ده. ليه؟ مش عارفين ليه لحد دلوقتي بامانه، مع ان الهرم اصلا المفروض ان هو اكتمل. لان احنا لو بصينا على الهرم هنلاقي الكسوه الحجريه موجوده، والكسوه الحجريه دي من اخر مراحل بناء الاهرامات. فهو سابه ليه؟ ما علينا، ملك ويعمل اللي هو عايزه، وامر ببناء الهرم الثاني وهو الهرم الموجود في دهشور، الهرم المنحني. الهرم ده من اكبر واجمل واعظم اهرامات مصر واشهرها كمان على فكره. بس قالوا ان الملك سنفرو اول ما شافه قال لا ده معيوب. طب ما انت كنت شايفه من الاول وهو بيتبنى، يعني كنت ممكن توقف. ده برضه عملوا فيه الكسوه الحجريه بتاعته، يعني انت كنت شايف قبل ما يتعمل الكسوه الحجريه بتاعته، يعني كنت توقف بنائه وتقلل التكاليف. طب تعالى كده نشوف فعلا الهرم المنحني ده فيه عيب ولا لا. مستوى الدقه اللي في الهرم ده كانت عاليه جدا، لدرجه ان كل تغيير حصل في شكله كان محسوب، ومحسوب بالدقة عالية جدا. تخيل كده معايا ان احنا جبنا مكعبات وقلنا نبني برج، وفي نص ما احنا بنبني البرج حصلت هوبة كده مرة واحدة وقررنا ان احنا نغير زاوية ميله او شكله. لو احنا ما عندناش الخبرة الكافية اكيد هينهار البرج ده وهيحصل فيه فجوات، بس لو احنا بقى عندنا الخبرة الكافية هنقدر نكمله بكل سهولة، وهيكون كل مكعب متناسق مع اللي فوقه واللي تحته. وده اللي حصل بالظبط مع الهرم المنحني لما قرروا ان هم يغيروا الزاويه بتاعته من 54 ميل ل 43 بكل سهوله، من غير ما يحصل اي تلف او تاثير على بناء الهرم. واكبر دليل على كده انه لحد وقتنا الحالي الهرم واقف وما فيهوش اي غلط. فتخيل معايا ناس بالدقه دي ان هي تقدر تغير زاويه الميل وما يحصلش فيه اي خلل، يبقى هم عاملينه غلطه؟ يعني حاجة ما تخشش المخ أبدا. أكيد الهرم ده كان معمول ومقصود إن هو يبقى كده، بس ماشي. الملك سنفرو أمر إن إحنا نبني الهرم الثالث وشايف إن ده غلط، فقلنا خلاص هنبني الهرم الثالث وبنينا الهرم اللي يليق بالملك سنفرو، هو الهرم الأحمر. طوله 105 متر، يعني ثالث أكبر هرم في مصر بعد خوفو وخفرع. هو ده الهرم اللي يليق بالملك. يلا بينا بقى نشوفه. النهارده الملك سنفرو مات، وبنحضر الجنازة وواخدين التابوت وهندخله الهرم. هوب نلاقي مفاجأة ما كانتش على البال ولا على الخاطر. المهندس اللي باني الهرم عامل المدخل بتاعه ارتفاعه 28 متر، يعني تخيل حضرتك باني عمارة المدخل بتاعها في 9 دور او 10 دور. حاجة غريبة جدا يعني. بس طبعا احنا الفراعنة ما يهمناش حاجة، هنعرف نتصرف. هنبني سلالم وهنطلع التابوت لحد مدخل الهرم. وهوب نلاقي مشكلة تانية. المهندس اللي باني هرم 100 متر عامل مدخل متر في متر. هو كده بقى قاصد يبدن علينا بأمانة يعني. بس ما علينا، انت عشان تقدر تخش الهرم ده اول حاجة ما ينفعش الا شخص واحد بس يقدر يخش الهرم ده، وايه يكون متني، يعني لازم يكون تاني جسمه. فتخيل معايا بقى، طبعا ده ملك يعني حاضر في جنازته كل الوزراء وكل الكهنة وطلعين على السلالم. هوب هيجوا عند المدخل هتلاقوا كل واحد جاي تاني نفسه وداخل. طبعا يا وجع الظهر بأمانة يعني. تحس ان المهندس
كان قاصد ان هو يكسر ظهرهم في مشاكل بينهم. فتخيل بقى يعني معلش يعني معايا هرم مبني بالدقة دي والتفاصيل دي يحصل فيه الاخطاء الصغيرة دي، يعمل المدخل على ارتفاع 28 متر ويعمل دخلة الهرم متر في متر، حاجة يعني غريبة. بس ماشي ما علينا، هنمشي ان هو كان فعلا مدفن للملك سنفر، وما علينا بقى بالكهنة اللي اتكسر ظهرهم. احنا المهم دلوقتي ندخل تابوت الملك. طول المنحنى بتاع المدخل ده 60 متر، عايزين ننزل التابوت ل 60 متر تحت. هندخله ازاي؟ ما هو يا دوبك المدخل ياخد شخص واحد بس، هندخل التابوت ازاي؟ هننزله تحت ازاي؟ ايه الافكار اللي موجودة؟ ايه هنزحلقه مثلا؟ بس دي حاجة ما تليقش بالملك. اي نعم هو ملك مرضاش بنصيبه في الهرم الاول والهرم الثاني ويستاهل، بس برضه ده ملك واللي جاي بعده ملوك، يعني ابنه عمره ما هيرضى له بالاهانة دي. بس طب هنعمل ايه؟ تعال نشوف فكرة تانية. هنجيب حبل ونربط التابوت وننزله واحدة واحدة. برضه دي حاجة ما تليقش بالملك، بس ده الحل الوحيد دلوقتي اللي قدامنا. هو كان ملك طماع زي ما قلنا، وشكله كان ملك يعني استغفر الله العظيم يا رب. ما علينا، المهم ان احنا فعلا جبنا الحبل وقدرنا ننزل الملك تحت لحد مستوى الارض. نعم هي غرفة الدفن في مستوى الارض، في مستوى الارض. طب ليه ما عملناش المدخل من تحت؟ ما احنا قلنا بقى من شويه بقى ان المهندس كان في مشاكل بينه وبين الكهنه، فعايز يكسر ظهرهم. ما هو ملهاش حل تاني، يعني هي ملهاش اي حل تاني غير كده. طيب ما علينا، الحمد لله وصلنا الملك لتحت. فدلوقتي قدامنا 3 غرف، غرفتين وبعد كده الغرفه اللي هيدفن فيها الملك. عدينا الغرفه الاولى، عدينا الغرفة التانية، ويطلع لنا المهندس ويقول لنا الآن مع المفاجأة الكبرى. ارتفاع غرفة دفن الملك 7 متر. طب يعني ما اكيد في سلالم هيطلعوا؟ لا ما فيش سلالم. السلالم الموجودة دلوقتي هي معمولة اصلا حديثة، يعني ما كانش فيه سلالم قبل كده. احنا اللي في العصر بتاعنا ده دلوقتي اللي بنينا السلالم. طب هنعمل ايه؟ يعني هنطلعه فوق ازاي؟ هات يا ابن الحبل ده تاني، هاته تاني، هنربطه ونطلعه. طب يا ترى بعد كل ده لقينا اصلا مومياء الملك جوه؟ ما لقيناش مومياء الملك سنفرو، ولا في هرم ميدوم، ولا في الهرم المنحني، ولا في الهرم الاحمر. يعني حاجه غريبه جدا بامانه. يعني بعد كل المجهود ده والتعب ده ما يطلعش فيهم اي مومياوات خالص. طب تعرف ان في كذا حد قال الهرم الاحمر ده عمره ما يكون اصلا متصمم ان هو يكون مقبره الملك؟ بس ما علينا، تعالوا بقى نشوف ليه الأثريين دايما بيقولوا ان الأهرامات هي مقابر الملوك، او ايه حجتهم؟ حجتهم بسيطة جدا، وهي متون الأهرامات. متون الأهرامات دي هي نصوص بتوصف رحلة الملك للسماء. طيب لقيناها في الأهرامات؟ احنا ما لقيناهاش الا في 17 هرم من ضمن 138 هرم مكتشف في مصر. 17 هرم من الأهرامات الصغيرة والمتوسطة في وسط قد ايه؟ 138 هرم. وطبعا احنا عارفين الحجة ان الكتابة ما اتطورتش الا مع الأسرة الستة. بس كل ده انا بأمانة مش مقتنع بيه، وانا شايف ان الأهرامات دي كان ليها دور اكبر ان هي تكون مقبرة. احنا بس اللي حددناها لكده. انا عايزك تقول معايا رأيك، يا ترى فعلا الأهرامات دي كانت مقابر للملوك؟ يا ترى البناء العظيم ده مقبرة؟ حاجات بأمانة ما تخشش العقل، بس انا عايز رأيك تقول لي فعلا هي كانت مقابر ولا لأ من وجهة نظرك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وانتظرونا في الحلقة الجاية في أسرار أكتر من كده بكتير.